الفيديوهات اللي كانت في المباراة، فكرة ضربات الترجيح وان هو اتمرن عليها عشان على اساس ان كان ممكن ده يحصل يعني. طيب ممكن اخد تقييماتكم للاعبي الاهلي وسيراميكا الحقيقة، لان برضو لازم اخد تقييمات المباراة بالكامل بالنسبة للعيبة. الشناوي كابتن ابو الدهب. لا هو الشناوي يمكن يكون في كوره صدها انفراد، لكن اديله خمسة من من عشرة. غير تبرير بس، خمسة من عشرة. 5 من 10 كابتن. انت المره اللي فاتت اداله 9 ورجع قال لك لا انا اديته 10. لا انا بديله يا كابتن على البطوله كلها. الشناوي لولا ماليش على البطوله، الشناوي انت على الماتش. انا مالي على البطوله ياخد ليه؟ 100%. فين؟ لو على البطوله لا على البطوله كلها كان كويس. انا ايوه بتكلم ياخد على 100%. انا من تديله وجهه نظري هو في الثلاث ماتشات نجم اللقاء. طب ما احنا قلنا كده هو طيب. نجم لا البطوله يا نجم كابتن. اللقاء، هو نجم يعني في البطوله. كل ماتش ياخد نجم طيب. اللقاء. ما انا انتوا قلت ما أنا اديته عشان واحده الوقت المره. بس كابتن، عشان الوقت، عشان الوقت. انا بالنسبه لي اديله 8 عشان الانفراد. محمد هاني كابتن. 7. النهارده يعني 4. محمد عبد المنعم كابتن ابو الدهب. 8. كابتن. 5. ايه ده فرق 3. ايوه ما فيش حاجه راحت له. طيب احنا هنضحك على بعض. طب ما هو فين صح يا كابتن؟ كابتن اداله 8. ما يديله هو، مش هو. انا مالي، هو يقول اللي هو عايزه، انا مالي. كابتن رضا كان بلاي ميكر. ماشي، انت بتشوف عنده رؤيه تانية. احساس المكان طيب ده اشوفك كويس. بقى وانت بتدي امام لا عاشور انا هتديله كام؟ لا ما انت بتشوفه بيقيمه بيقطع ازاي، بيدافع طيب ازاي، ماشي، بيغطي ازاي. ماشي. ما محمد استنى عبد بقى لما المنعم. اجي لك عند امام عاشور واللعيبه اللي قدام. لا امام عاشور ده انا اديله مليون من 10. طيب ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم ياخد 7 من 10. كابتن. 6. ماشي. معلول. 5. ابو 6. كباتن 6. كوكا. 6. انا 7. تمام. عمرو السولية يا كابتن. لا لسه راجع من الاصابه، لكن جاي لعيب خبرات ولاعيب قائد ولاعيب جيد، اديله 6 يا فاروق. كابتن. 5. امام عاشور. اتفضل يا كابتن. انا امال لا انا. لا عشان الجون والجهد اللي عمله فيه، والنهارده كان متالق بشكل كبير واثبت انه صفقه ناجحه للنادي الاهلي، ياخد 10 من 10. 6. ماشي. بيرستاو. 7. كابتن. 6. كريم فؤاد. 8. 8. طاهر محمد طاهر. يعني هو مش فيرود، لكن هو بيحاول في المكان ده يا فاروق، لكن تديله 6 من 10. انا بتكلم على 7. لاعب مش محاوله في المكان. 7. تمام. مصطفى شوبير لما نزل يا كابتن. يعني ما راحتلوش حاجه كتير، لكن انت الجون واثق من نفسه تديله 5 من 10. كابتن. 8. تمام. حسين الشحات. 4. كابتن. 5. خالد عبد الفتاح في الجبهه اليسرى. 4. 1. طيب رامي ربيعه. يعني 3. 1. مودز كابتن رضا. 0. كابتن ابو الدهب. 0. ماشي. 3 اصفار. طيب سيدي كولر النهارده لاداره اللقاء كابتن. انا يعني اديله 4. كابتن. ياخد 7 من 10. 7 من 10. نجم اللقاء كابتن من وجهه نظرك بقى النهارده. انا وجهه نظري النهارده كندوز. قندوسي سيراميكا. كابتن. هو اللي كان عاشور. بيلعب الاهلي لوحده. امام عاشور. طبعا. عشان الهدف. لا عشان مجهوده عشان كله. لا اداؤه في الملعب جيد، بيتحرك لا بشكل لو من الاهلي كويس. انا ادي لكريم فؤاد. لو في الاهلي تدي. اخطر واحد في لا فرقه في الماتش النادي في الفرقتين انت قلت لي. طب واللي لا كسب الفرقه القندوسي، لان هو كان بيلعب ضد النادي الاهلي لوحده. واللي قطع الكوره وكسب الفرقه ووصلها للنهائي. تمام. طيب تسمحوا لي نطلع الفاصل، هرجع اتكلم على مباراه مونيو فيوتشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلاوية في كل مكان، ما تنسوناش بلايك واشتراك، بارك الله فيكم. طبعا مستنقع من التعليق من تقييم الزبالة من رضا عبد العال للنادي الأهلي. هما ليه ما جابوش تقييمات الفريق الخسران؟ طيب لما ده تقييمات الفريق الكسبان والفائز المتأهل للنهائي رغم كل ظروفه الصعبة، رغم الإجهاد الكبير، رغم لسه خروجه من بطولة كبيرة. هي دي تقييمات لاعيبته. الكلام ده مش يخش في الحسبان يا كابتن رضا، ولا ما يخش في الحسبان يا كابتن رضا لما لعيبه اللي لسه مريحه 48 ساعه بس بعد بطوله كبيره زي ديت مع قدام فرق عالميه جاي تديهم التقييمات ديت؟ انت المفروض ترفع لهم القبعه على الاداء اللي ادوه في مباراه زي ديت. انا كنت متخوف جدا على النادي الاهلي انه يطلع من البطوله بسبب الاجهاد الكبير اللي بذلوه في البطوله السابقه، بطوله كاس العالم للانديه اللي محدش من مصر بيشمها ولا شمها غير الاهلي المصري اللي مشرف في الكره المصريه. لما يجوا يأدوا الأداء القوي ده قدام فريق عنيف، أنا بأكد على كلمة عنيف، كتر الفاولات اللي عملوها ضد النادي الأهلي خاصة في الشوط الأول تعجز أي فريق. كانوا بيخشوا على طول إصابات وكرة عنيفة مع كل لعيبة النادي الأهلي. كل شوية تيت الحكم صفارة، تيت صفارة، مفيش إنذارات خالص، كان ناسي الإنذارات ما تذكرهاش إلا مرة واحدة اللعيب واحد
والطرد الاخير زي ما احنا عارفين حكايته. فعيب كده يا كابتن رضا، وخليك محلل محايد لما تحلل اداء الفريق الخسران. عمل ايه الفريق الخسران في الماتش؟ ان كنت اهلاوي اصيل، كنت من عشاق الرياضه المصريه، ادينا لايك واشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.